هاي ازيكم. قبل اي حاجه، ده انا مش هعتبره فيديو ان انا بقول نصيحه او بقول حاجه او بتكلم عن منتج، على قد ما انا بتكلم مع اولاد خالتي حبايبي، وهنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو ازاي دايما يبقى جسمنا مترطب وريحته حلوه وما عندناش جلد وسخ. ودي اهم حاجه، ان احنا ما عندناش جلد وسخ. ف هاتي مشروبك المحترم، وتعالي اقعدي قعدتك الرايقه اللذيذه، وحطي مخدتك على رجلك كده، واسمعيني يا ست الكل في الشويه اللي هكلمك فيهم. ويلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. انا جلد الوز ده بيطلع ايه؟ مبدئيا جلد الوز ده بيطلع من كذا حاجه. اولهم في الشتاء الجسم لو مش بيترطب كويس بيبقى فيه جلد وز. لو انا بعمل شيفنج في جسمي بشكل عام، بالذات في الاماكن اللي بيبقى معرف يطلع فيها جلد وز اكتر، من غير ما ابقى عامله سكراب لجسمي علشان يقشر لي الجلد الميت وياخد اول طبقه من الجلد الميت، واعمل الشيفنج بتاعي رايق وهادي وحلو وتشال منه طبقه الجلد الميت، هيطلع لي جلد الوز ده. لو انا برضو عملت شيفنج ومرطبتش جسمي كويس او مرطبتش مكان ما عملت الشيفنج، برضو هيطلع لي جلد وز. فاصبح جلد الوز ده معانا في كل حاجه. فالفكره بقى دلوقتي في ان احنا ازاي نشيل جلد الوز ده. احنا هناخد الموضوع من جذوره شويه، وهنتكلم عن الموضوع من بدري شويه، من بدايه ما تيجي تعملي الشيفنج، علشان هنعمل ايه علشان نتجنب الحاجات دي. الفيديو اللي قبل ده كنت متكلمة عن السكراب اللي انا بستخدمه الفترة دي، وقد ايه هو سكراب حلو وبيريح الجسم. بس هوريهولكوا دلوقتي بسرعة سريعا علشان ندخل على الخطوات اللي وراها. اول حاجة، لو انا هعمل شيفنج للجسم بتاعي لازم استخدم سكراب. طيب، عايز تعملي سكراب انت في البيت، اوكي، ممكن الفترة الجاية نبدأ ننزل وصفات سكرابات في البيت. لو مش عايز تعملي سكراب في البيت ممكن تعملي سكراب جاهز. والفترة دي انا بستخدم السكراب بتاع ايفا ده، اللي هو المفروض ناتشورال جلو، اللي هو بشراكة طبيعية او بشراكة طبيعية، صح؟ فالسكراب ده الفترة دي ماشي معايا كويس جدا، وانا بستغرب ان انا ازاي انا ما مستخدمتهوش من بدري. فعلشان ناخد الخطوات من بدري شوية، لو احنا اول حاجة خالص احنا عايزين نبدأ نعالج جلد الوز ده بتاعنا او نتجنبه، استخدمنا المؤشر وخلاص خلصنا قشرنا الجلد الميت كويس جدا. بعد كده هندخل على الستيب اللي بعدها او الخطوة او المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها ان احنا بدأنا نعمل الشيفنج بتاعنا العادي. مش ذاكرة النهاردة بصراحة معايا في الفيديو اي حاجة بتتكلم عن الشفرات او انواعها، بس دي حاجة بترجع لك انت عادي، انت وميزانيتك كل حاجة هنتكلم عليها في فيديو تاني لوحدها. احنا عملنا السكراب بتاعنا، بعد كده عملنا الشيفنج بتاعنا، وبعد كده خرجنا من الشاور المحترم المؤدب بتاعنا، عايزين نرطب الجسم. ترطيب الجسم، لو الجسم اترطب كويس ودخله كمية ترطيب كويسة وحبسنا على الترطيب ده، انسي انك يرجع لك جلد الوز ده تاني، او ممكن تنسيه اساسا لو انتي بتعملي الخطوات دي على طول. لكن لو انا عملت الخطوة دي بعد ما عملت الشيفنج عادي، هيفضل مترطب شوية وبعدها خلاص عادي. فاهمة قصدي؟ هنرطب بايه؟ ده السؤال المهم. انا ده اللي بستخدمه الفترة دي، مش ده، مش اخر حاجه ممكن نستخدمها، بس ده الطف والذ منتج. انت ممكن، مش هقول اسمه عشان اسمه مريخم بالنسبه لي، بس ده الطف والذ منتج انت ممكن تستخدميه في الفئه ما بين الرخيصه والمتوسطه، وبيديكي ترطيب كويس وسعر كويس. فانا دايما برشح القليل، ولو نقدر نجيب الاغلى اوكي ما عنديش مشكله. فالفترة دي أنا بستخدم ده، وده الأفضل وده الأحسن في الفئة لو انتي عايزة تهتمي بجسمك، بس أنا مش معايا بادجت عالي إن أنا أعلي في الدنيا. فعلى قد ما أقدر، على قد ما أقدر في إيه؟ في ده. ده ترطيب كويس وفي منه كذا نوع. ده للوشن غير دهني للجسم، في للبشرة الحساسة، في للبشرة الجافة، ففي منه كذا نوع لجميع الأجسام. طب لو مش عايزين نرطب بده براحتك، انا برشح لك اللي انا جربته واللي انا برشحه في الفئه اللي هكذا. لو انت عندك المرطب الخاص بيكي اللي بريحك مفيش مشكله عادي. عندك نوع تاني مش عايزه تجيبي نوع تاني خالص براحتك، مفيش اي مشكله خالص. ومش معنى اني برشح ده يبقى هو ده حاجه لازم نجيبها. انا برشح الحلو واللي عندي واللي انا بتكلم عنه، لكن مش بقولك هو النوع ده بس اللي هيرطب لك جسمك.
لو انت عندك المرطب بتاعك الخاص اوكي. التركايه ايه او الحاجه بقى اللي هتحافظ على ترطيب جسمنا، ان احنا نحبس الترطيب. طب هنحبس الترطيب ازاي؟ يعني هنقفل عليه يعني ولا هنعمل ايه؟ لا، هنعمل ايه بقى؟ هنحبس الترطيب. طيب احنا دلوقتي رطبنا باللوشن بتاعنا بتاع الجسم او البودي لوشن اللي بيرطب الجسم بتاعنا ومريح لي جسمي. الستيب اللي بعدها ايه بقى؟ طيب اللي انا برشحه كترشيحي انا، واللي انا شايفه انه لا يعلى عليه حرفيا مهما تجربي من منتجات غاليه كتير قوي، برضه هتفضلي دايما ده بالنسبه لك الواو، لانه هيديكي ترطيب خطير. زيت الاطفال بتاع شوت، في البينك ده، البينك ده ميت زي ما انتم شايفين كده، وفي ده لسه جايباه الحلو الجديد ده. فانت عندك جيت جونسون بتاع الاطفال، عندك منه كذا نوع عادي، استخدمي النوع اللي يريحك بريحه اللي تحب، الريحه اللي تحبيها. ليه قلت زيت جونسون؟ لان اولا زيت جونسون تقيل، فهيمسك لك او هيحبس لك الترطيب اللي احنا رطبناه في الجسم. فاحنا رطبنا الملمس وبعد كده حبسنا الترطيب بتاعه بزيت جونسون، فبقينا مرطبين وحابسين الترطيب، فهيوصل الترطيب للجلد اعمق واكتر واضعف من انك ترطبي وتسيبيه بس. عملتي سكراب الاول، عملتي شيفنج صح، رطبتي جسمك صح وحبستي الترطيب في الجسم، اصبح مفيش في جسمك جلد ووزه. الخطوه دي مش هعملها بعد ما اعمل الشيفنج بس، الخطوه دي المفروض ان هي تتعمل كل ما بتاخدي شاور علشان ترطبي الجلد، فالجلد يفضل مترطب وسلس كده معاكي وحلو. لو مش هنعمل الشيفنج عادي نعمل الخطوات دي كلها مع الوقت والاستمرارية عليها، ده برضو هيحسن ملمس الجلد قوي، ومع الوقت هيخفي لك جلد الوز. جلد الوز ده بيطلع من ان الجسم ما بيكونش مترطب كويس، او بتعملي شيفنج على الناشف زي ما قلت في اول الفيديو خالص، او بتعملي شيفنج من غير ما تبقي قشرتي طبقة الجلد الميتة اللي المفروض تتقشر الاول. فلو انت عملتي الخطوات دي مظبوط، انسي انك يطلع لك جلد وز، وودعي جلد الوز ست الكل ومرحب بجلد نضيف. اخر حته في الفيديو عشان ننهي الفيديو يبقى الخطوات بالترتيب كده اهو. عملت سكراب، رطبت، حبست الترطيب. اعملي الخطوات دي باستمرار، مش شرط المنتجات دي بس، انا بتكلم عن ارخص حاجه ممكن تستخدميها والذ حاجه وحاجه في متناول الايد. لو انت عندك منتجات الخاصه بيكي اللي مرتاحه لها اوكي، مفيش اي مشكله خالص. اعملي الخطوات دي صح، رطبي جسمك كويس قوي واهتمي بجسمك كويس قوي، عشان مفيش اي حاجه في الدنيا هتبقى اهم من كونك انت ومن نفسك وبس. انا كده خلصت الفيديو، واشوفكم في فيديو تاني وجديد. ما تنسوش الاشتراك في القناه، تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك عشان في فيديوهات كتير قوي متبقاش مشاركين في القناه. كل صور المنتجات دي انا هحطها لكم في اخر الفيديو عشان لو حد عايز ياخد صوره موضحه لكل منتج. واشوفكم في فيديو تاني وجديد.